مدت يدها على العسكري تستاهل والد والدها. شل الله يدها. كونوا شرفاء في خصومتكم، في صداقتكم راح يكون شريف، يكون بالناس الحق حق والباطل باطل. شوفوا هذا الرجل اصفع على المرأة. أين الإخلاق في السعوديين، في العسكري السعودي؟ مدت يدها على العسكري تستاهل والدها. شل الله يدها. ليش أنتم في أمريكا ساكتين على هذه التصرفات إذا حصل ضد المرأة؟ في اليمن، في مصر، في باكستان، في اوروبا كلها، في فرنسا كيف بيصلحوا الصهاينه، في فلسطين كيف بيصلحوا بالنساء، ولا حدا يدي منكم نقص. لا حصلت من جندي سعودي قومت القيامه والحرمين وبلا ادب الاخلاق. مدت يدها على العسكري تستاهل والد والدها. شل الله يدها. ان عملت هذا الشيء في امريكا اقسم بالله شل والدها لا سابع جد. اي واحد في اي بلد في العالم يمد يد امراه او رجل على رجل امن يحق له ان يصفع وان يستحبها الارض، واي واحد يوجه سلاح انه رجال الامن يحق له يعني يصوبه رجال الامن. هذا شيء معروف في امريكا وفي اوروبا في العالم كله. ولا جات الان لا ما جندي سعودي جت تصفعه. شل الله يدها. رجال رمضان وجالس بين الحر 7 8 10 ساعات تحت الحر، صايم ضامي عاطش جاوع، يشيل الحجاج المعتمرين يشيلهم ويرجعهم ويساعدهم. فوق هذا كله تجي واحدة تصفعه. مدت يدها على العسكري تستاهل والدها. شل الله يدها. يعني وأدخل لك الآن بعض الفسويات والنسويات تتكلم على شلة يد الرجل ماذا عملت. والد والديش هنا بأمريكا، أنا في أمريكا أنا عايش هنا. أقسم بالله لو واحدة تمد يدها على العسكري لا يمسح بأبوها البلاط، وتلقى الفسوية ولا تفتح فمها ولا تدي كلمة ولا نقص، وهم بيسحبوا له في الشوارع في أمريكا وفي أوروبا. لو بس حتى تجرأت أو تلفظت على العسكري. لكن لما تصير حاجة في دولة إسلامية أو عربية وبيرخص على السعودية كل واحدة تفتح لك فيها مثلك تمسح. يا جماعة تكلموا شو وش بيحصل في أمريكا. هذا في أمريكا. وهذا في بريطانيا. calm down. وهذا عندنا في اليمن. وهذا في دولة أوروبية. شوف كيف صلح بها. هذا أيضا في أمريكا مرة ثانية. وهذا فينا في إسرائيل. وهذا في باكستان. وهذا في ألمانيا. وما تلقاهم يتكلموا الا لانه فقط في السعوديه حصل في السعوديه. لكن لو حصل هذا الموقف هذا لو هذا بينتقد وجالس يفتح فمه او هذا جالس تفتح فمه وتنتقد وتتكلم، لو حصل لها هذا في امريكا والله ما تتكلم ولا زوجها يتكلم. وهذا نفس الشيء لو شاف اخته ولا بنته هكذا تصفع عسكري في امريكا ولا في اوروبا ولا في اي مكان واحد ويصفع على العسكري والله ما يدي نخس ولا يفتح فمه. لكن لانه حصل في السعوديه كل واحد باله يتعلق في ذراع. كونوا شرفاء في خصومتكم، في صداقتكم راح يكون شريف، يكون بالناس الحق حق والباطل باطل. كونوا شرفاء في خصومتكم، في صداقتكم راح يكون شريف، يكون بالناس الحق حق والباطل باطل.